بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حول ما يتعلق بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، وأن الواجب أن نتلقى هذه الأدلة، أن نؤمن بها وأن نقبلها، وأن نستسلم ونترك التعرض لها بالرد والتأويل والتشبيه أو التمثيل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن آيات القرآن هي ما هو متشابه، نعيد ذكر هذه المسألة في الأمس لعله ما اتضح الكلام، واليوم نوضح أكثر، كذلك الدليل في حول المتشابه. فآيات القرآن أو القرآن منه ما هو محكم. القرآن كله محكم كما أخبر الله عز وجل في كتابه: ألف لام را كتاب أحكمت آياته، أي نوقن آياته، يقينا آياته يقينية. ومنه ما وجاء في آية أن القرآن متشابه، وقلنا أنه يشبه بعضه بعضا، كما قال العلماء: يصدق بعضه بعضا، تشابه الأحكام ولا يتعارض، ما في تعارض، بل يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. والآية على أن القرآن كله متشابه قول الله عز وجل في سورة الزمر: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وجاء في آية آل عمران أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، وقال الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فما العمل في هذا؟ هؤلاء انقسم الناس على طريقين: طريقة الراسخين في العلم، وهم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المحكم إلى المتشابه، وما أشكل معناه ولم يعرفوا معناه آمنوا باللفظ وقالوا وردوا المعنى إلى الله عز وجل. وقلنا أنه لا يوجد في القرآن ما هو متشابه على جميع الأمة، بل قد يكون متشابه على البعض ويعلمه البعض الآخر. هناك من العلماء من يشتبه عليه آية والعالم الآخر يعلم معنى هذه الآية، ليس كل العلماء لا يعلمون معنى هذه الآية، فهمتم؟ ليس كل العلماء لا يعلمون، وإنما قد يشتبه على البعض، قد يجهلها البعض. فالذي يجهلها الواجب عليه أن يرده إلى المحكم، أو لا يعرفها أن يقول آمنا باللفظ كل من عند ربنا، لا تعارض في القرآن، لا تعارض. أما الطريقة الثانية فهي طريقة أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه، مثل من باب المثال لأجل أن يتضح المقال، من القرآن ما هو محكم ومنه متشابه. من المتشابه مثل قول الله عز وجل، تقدم معنى المتشابه أن يأتي يحتمل معنى صحيح ويحتمل معنى خطأ. هذه الآية تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى خطأ، فيحمل أهل الزيغ يحمل المعنى الخطأ، يحمل
المعنى الخطأ، يبين أن هذه الآية معناها هذا هو خطأ هذا، ولا يرد إلى المحكم. فإذا رأينا متشابه نرد إلى المحكم. مثال ذلك مثل ما مثل يعني بعض العلماء، مثال قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله عز وجل: إنا نحن تدل على الجمع، صح؟ أو على الفرد الذي يعظم نفسه، فهمت؟ فتدل على معنيين: تدل على إنا نحن أي أنه واحد وهو الله عز وجل، وهذا هو الصواب كما سيأتي معنا. وتدل على أن نحن أي تدل على أنهم جماعة، على أنهم جماعة. والذي نزل القرآن من هو؟ الله وحده، كلام الله. فأهل الزيغ والانحراف يقولون لا، هذا يدل على جماعة، ولكن هذا خطأ، لأن المحكم هناك محكم وهو أن الله واحد، كما قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. إذن الله واحد، فرد صمد، يعني ليس معه شريك. فقولوا إنا نحن نزلنا الذكر أي الله عز وجل وحده، تحتمل الجمع وتحتمل الفرد المعظم لنفسه. إذن الله عز وجل قال: قل هو الله أحد. في المحكم هنا محكم، هذا ما يحتمل معنى آخر، هو واحد فقط. قل هو الله أحد، واحد، صح؟ إذن نرد المتشابه إلى المحكم. إنا نحن نزلنا الذكر معناه الواحد المعظم لنفسه هو الله عز وجل، فهمتم؟ لأن قال: قل هو الله أحد، ليس هناك يعني غير الله، هو الله واحد. فهذا يعني مثال، فهمتم؟ المتشابه قد يحمل معنيين: معنى باطل ومعنى حق. فأهل الزيغ يأخذون المعنى الباطل ويقولون المراد بالآية كذا، ولكن أهل الحق، أهل الراسخون في العلم، يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. في آيات أخرى تدل على أن هذا المعنى واحد ليس له معنى آخر، فيردونه إلى المحكم. إن شاء الله فيما بعد إذا ما فهمت بعد فترة، يعني بعد التكرار يفهم، بعد التكرار يفهم. وليس تقدم معنا أنه ليس في نصوص الأسماء والصفات، ليس في نصوص أي في الأدلة، في الدليل من القرآن، من آيات القرآن التي تدل على أسماء الله وصفاته متشابه، ما في، كلها محكمة. آيات الصفات الأسماء والصفات كلها محكمة، وهذا بإجماع، هذا بالإجماع. قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه، هنا صح؟ يعني لأن قراءة من الجوال متعبة، هذا وإن كان شرح آخر. لكن قال: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث التي فيها إثبات صفات الله عز وجل، أسماء الله عز وجل. قال: نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. قال: في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أحاديث، في الأدلة التي فيها إثبات صفات الله عز وجل. إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، إثبات صفة النزول. قال: أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرى يوم القيامة، أنكم ترون ربكم، أنهم يرون الله عز وجل. أو غير ذلك، أو وما أشبه هذه الأحاديث، يعني يضحك الله إلى رجلين،
يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، عجب الله، صفة العجب لله عز وجل، وغير ذلك من نصوص الصفات. قال نؤمن بها، نؤمن، نعتقد أنها حق، نصدق بها ونعتقد أنها حق، ونعتقد أنها حق. قال ونصدق بها بلا كيف، أي ليس هناك كيفية معلومة. بلا كيف أي ليس هناك كيفية معلومة. يعني مثلا يد الله، كيف يد الله؟ يد الله كذا وكذا وكذا، نتخيل الكيفية أو نشبه يعني بالتشبيه، لا نعلم الكيفية. لكن هل هو موجود كيفية؟ نعم، يد معروف معنى اليد، كيف يد الله لا نعلم. لكن هل يعني كيفية لليد؟ نعم، لله عز وجل يد وكيفيتها، لكن ولليد كيفية لكن نحن لا نعلمها. الله عز وجل وحده هو يعلمها، لا نعلم كيفية يد الله عز وجل. لكن هل موجود كيفية؟ نعم، نقول نعم موجود كيفية لليد، لكن هل نعلمها؟ لا. هنا أي بلا كيف أي لا نعلم نحن الكيف. ليس معنى بلا كيف أن ليس هناك كيفية لها، لا، وإنما نحن لا نعلم كيف هذه الصفة، لا نعلم كيف هذه الصفة. قال ولا معنى، هذا قول الإمام أحمد، ولا معنى أي ولا معنى باطل، ولا معنى باطل، معنى الذي يقوله أهل التأويل وأهل التحريف، أهل التأويل وأهل التحريف وأهل التعطيل. فقوله ولا معنى أي لا معنى باطل، وإنما نثبت المعنى الذي هو ظاهر في النصوص. فالصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأحاديث، والصحابة قرأوا هذه الأحاديث وتعلموا هذه الأحاديث والآيات التي فيها يعني ذكر صفات الله عز وجل، ولم يتعرضوا لمعناها، لم يقولوا معناها كذا على خلاف الظاهر، إنما المعنى الظاهر بلا معنى أي بلا معنى باطل، وإنما نثبت المعنى الظاهر الذي هو ظاهر، وهو في اللغة العربية، وهو ظاهر. لله عز وجل يد، معنى اليد معروف، وجه الله معروف الوجه، استواء الله معروف معنى الاستواء، الارتفاع على وصعد، معنى الاستواء معروف. ليس معنى نحن يعني معنى الباطل أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لا، هذا قول مراد الإمام أحمد بلا معنى أي لا معنى باطل، كيقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، لا، هذا باطل. استواء بمعنى على وارتفع على ظاهره، على ظاهرها. قال ولا نرد شيئا منها، لا نرد، نكذب، نقول هذا ليس من صفات الله، لا نرد أي نقول هذا ليس من صفات الله عز وجل فنردها، لا يجوز. نثبت ما أثبته الله عز وجل له في نفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، نثبت ذلك صفات الله عز وجل. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن به ونقبله. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، لا نرد. وجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني أعظم يعني ذلك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل، يتعلق بأسماء الله وبصفات الله عز وجل. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله ومحكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. نعم، هذا
يعني يعني مواصلة لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نصف الله. قال: لا يجوز أن نصف الله عز وجل بأكثر مما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. نثبت يعني الأسماء وكذلك الصفات ما يتعلق بصفات الله عز وجل التي أثبتها الله في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، صح. لا نزيد، لا نأتي بصفات ليست في الكتاب ولا في السنة، ليست في الكتاب ولا في السنة، إنما نقف كما تقدم معنا أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل توقيفية، توقيفية أي بمعنى مأخوذة بالدليل. لا نأتي بصفة أو باسم من أسماء الله لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل. فيعني قال: بلا حد ولا غاية، أي أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلا حد، أي أن الله عز وجل ليس معنى نفي الحد بلا حد، أي أن الله عز وجل لا يحده شيء ولا يحيطه شيء، ولا يحيطه شيء، ولا غاية، أي في كمال أسماء الله، يعني فهي يعني أكمل وأعظم، يعني ما في هناك قوله بلا حد ولا غاية، أي أن الله عز وجل لا يحيط به شيء ولا يحد، وليس هناك غاية أي انتهاء، حدود لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما يقوله يعني بعض أهل يعني الزيغ والضلال وبعض أهل البدع. فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلا حد ولا غاية، أي ليس هذا من علمنا ولا من مقدورنا، فلا يعلم حدودها وغايتها وكيفيتها إلا الله عز وجل، إلا الله، إلا كما أننا لا نعلم يعني حد ذات الله عز وجل وغاية ذات الله، كذلك حد صفات الله وغاية صفات الله عز وجل. قال الشيخ الفوزان غفر الله له: أي أننا لا نكيف صفات الله عز وجل، فنذكر حدودها وغايتها، هذا هو المراد. قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، أي لا نحدد في مخيلاتنا، أو يعني نقول بنكيف صفات الله عز وجل ونمثل صفات الله عز وجل، لا، فهذا ليس من مقدورنا. هذا بمعنى بلا حد بلا كيف، بلا كيف. قول الإمام أحمد بلا حد ولا غاية، أي بمعنى بلا كيف، لا نكيف، لا نعرف، نقول يد الله حدها كذا مثل كذا مثل كذا وغايتها كذا، هذا ليس من مقدورنا. هذا يعني الإمام يعني ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى يذكر كلام الأئمة، وكلام الأئمة يعني بمعنى واحد ويتكرر. لماذا؟ لأجل أن يعني يثبت، فكلما كما يعني المثل المشهور كلما تكرر تقرر، فيأتي كلام الأئمة في هنا يعني كلام بلفظ آخر، وهنا بلفظ آخر، وهو بمعنى واحد، فأولا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى، وهنا قال بلا حد ولا غاية، هم بمعنى واحد، بلا حد أي بلا كيفية، كما قال الشيخ الفوزان، قال: أي أننا لا نكيف صفات الله عز وجل، صفات الله سبحانه وتعالى، فنذكر حدودها وغايتها وكيفيتها، هذا ليس من علمنا ولا من مقدورنا، ولا يعلم حدودها وغايتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا يعني الوجه، الله عز وجل أثبت لنفسه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أثبت الله عز وجل له وجه، لا نحد وجه الله مثلا مثل كذا، يعني من باب التمثيل، ولله المثل الأعلى، ولا يجوز يعني نقول نتخيل كيفية وجه الله
يعني وجه الله حجمه مثلا مثل الأرض مثل السماء، تعالى الله عن ذلك. لكن نحن نقول من باب يعني تمثيل. كيف؟ أي أننا نكيف، نجعل لصفة الله عز وجل كيفية، أو لا نجعلها كالسماء، أو نجعله أكبر مثلا، نقول وجه الله كذا وكذا وكذا. لا يجوز هذا لا يجوز. وصفات الله عز وجل لا حد لها ولا غاية، أي ليس من مقدورنا وليس من علمنا أن نحددها وأن نجعل لها غاية أي انتهاء، نجعل لها غاية أي انتهاء حجم. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا أعظم دليل فيه الرد على أهل التعطيل والتحريف والتأويل والتشبيه والتمثيل. فنفى الله عز وجل عنه يعني المثلية، أن يكون مثله شيء، وأثبت لنفسه أسماء وصفات. قال ونقول كما قال، أي كما قال الله عز وجل، ونصفه بما وصف به نفسه، يعني الله عز وجل لا نتعدى ذلك، لا نأتي بصفات لم يوصف الله عز وجل بها نفسه، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن لا يمكن أن يبلغ، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال ولا نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه كما تقدم معنا، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، أي كما يقول إذا قلنا أثبتنا لله عز وجل يعني اليد، لأن الله عز وجل يدين، الله عز وجل أثبت بل يداه مبسوطتان، فلا نقول ننفي اليدين عن الله، لأن هؤلاء الذين يعني أهل التمثيل يقولون يد الله كيدي، يد الله كيدي، فقول نحن ننفي صفة اليد لأنها تماثل صفات المخلوقين. لا، الله عز وجل أثبت له يد، ويد الله عز وجل لا نعلم كيفيتها، كما أننا لا نعلم ذات الله عز وجل، لا نعلم كيفية ذات الله، فكذلك لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، كذلك لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل. وإن شنع قالوا هذه يد الله يعني مثل، أو قالوا مثلا الرحمة فيها العطف، ويعني يرحم المخلوق، يعطف على يعني من يرحمه، وفيه لين قلب وغير ذلك من يعني مما ذكر أهل يعني التعطيل في يعني يعطلون صفات الله، وقالوا لا نثبت صفة الرحمة لأن فيها ضعف، والله عز وجل يعني يتنزه عن الضعف. فنقول نرد عليهم، الله عز وجل أثبت له صفة الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن وغيره، وهو الغفور الرحيم، أثبت الله عز وجل له صفة الرحمة. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمين يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي الله عز وجل. فأثبت الله وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل صفة الرحمة، ولكن ليست كصفة المخلوقين، ليست كرحمة المخلوقين. نعم هذه يعني الرحمة رحمة المخلوق فيها ضعف وفيها هذا خاص بالمخلوق، لكن الله عز وجل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فلا نقول ننفي صفة الرحمة لأن فيها ضعف، لشناعة شنعت أن فيها ضعف، لا، نحن نثبت صفة الرحمة وهذه الصفات تليق بالله عز وجل، صفة تليق بالله عز وجل، ليست كصفة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. قال ولا نتعدى القرآن والحديث ما تقدم معنا، صفات الله أسماء الله التوقيفية لا مجال للعقل ولا للرأي فيها. قال ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن، أي لا نعلم كيفية، لا نعلم الكيفية إلا، ولا نعلم يعني صفات الله عز وجل وما هي صفات الله وما الذي ينبغي أن يوصف الله عز وجل به إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن، إلا ما جاء في السنة ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو بمعنى واحد. يعني معنى لا نتعدى القرآن والحديث، وقوله ولا نعلم كيف كنه هو كذلك، يعني لا يمكننا أن نأتي بصفة نصف الله عز وجل بها ليست في القرآن ولا في السنة، لأن الله عز وجل ولله المثل الأعلى، له المثل الأعلى وله الصفات العليا، فلا نعلم ما الصفة التي يعني تليق بالله عز وجل حتى نأتي نصفه بها، هذا لا يجوز، لأن العقل
يعني عقل الإنسان ويعني إدراك الإنسان محدود، إدراكه محدود، المخلوق صغير إدراكه محدود، ما يتعلق به لا يستطيع أن يدرك ما لله عز وجل وما ينبغي يعني وما يعني يتصف الله عز وجل به، وما ينبغي لله عز وجل من الصفات، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلذلك صفات الله عز وجل وأسماء الله توقيفية، ليس هناك للعقل مجال أن يقول من صفات الله عز وجل كذا وهي ليس في القرآن ولا في السنة، لا، مفهوم؟ لأن عقل الإنسان محدود، يعني ينظر إلى من حوله مثله مثل المخلوقين. عقل الإنسان محدود ينظر إلى المخلوقين، لا يصل يعني إلى ما يستحقه الله عز وجل، ما يستحقه الله عز وجل هو الخالق، لا يصل الإنسان بإدراكه إلى ما يستحق الله عز وجل. فكلما تصور العبد شيئا يستحق الله عز وجل كان الله يستحق أعظم مما تصوره. ولذلك لا يجوز أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.